ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل، بعد مباراة بلدية المحلة. الحقيقة كانت مباراة ولا أروع، استفاد منها الفرقتين بشكل كبير جدا، وخصوصا نادي سمارت. لسه قدامه فترة الإعداد لحد يوم 6/9 إن شاء الله. أول ضربة البداية هتكون أبو النمرس. بلدية المحلة كانت آخر مباراة ودية وآخر تجربة ودية ليه قبل انطلاق المسابقة الجمعة الجاية بالنسبة لدوري المحترفين. الحقيقة طبعا بيشرفنا النهاردة واحد من نجوم مصر، وواحد من اللي سطروا اسمهم بشكل كبير جدا في عالم التدريب. أهلاوي مقاوليني، حقيقة طبعا شخصية جميلة جدا، بنستفاد منه كتير جدا جدا في أي لقاءات. معانا ومعاكم النهاردة كابتن محمد عبد السميع. أهلا وسهلا بك كابتن. اهلا وسهلا بك كابتن باهي، الله يخليك حبيبي. منورنا ومشرفنا. انا سعيد وبتشرف بوجودي معاك يا كابتن دايما. حبيبي يا كابتن عبد السميع. كلمني كده الاول، مبروك النهارده على المكسب، كسبتوا رديف النادي الاهلي 2005 3-1، مباراه وديه اليوبلس مع النادي الاهلي، واستطعتوا يعني ان انتوا تعملوا مباراه كويسه. يعني الحمد لله هي تجربه من ضمن التجارب يعني يا كابتن باهي. يعني انا ما ببصش برضو النتيجه يعني اساس قد ما يعني الواحد بيستفاد منها كخبرات وكده. لعيبه النادي الاهلي في كل المستويات دايما بتبقى يعني لعيبه على مستوى عالي وكده، والنهارده الفرقه كانت كويسه وكده، ودي مباراه وديه اكيد. والحمد لله النهارده يعني الولاد كانوا نفسهم مفتوحه يعني، وأدوا اداء كويس ويعني حاجه كويسه الحمد لله. كويس. كلمنا يا كابتن عن مشوارك كلاعب. يعني ناس كتير قوي ارتبط اسم كابتن محمد عبد السميع بالمقاولين. ناس كتير قوي ما تعرفش ان هو لعب النادي الاهلي ومشوار كبير مع النادي الاهلي. كلمني كده عن مشوارك مع الكرة وانت لاعب قبل ما تبقى مدرب مشهور ما شاء الله يعني. لا الله يخليك يا حبيبي. انا ابتديت في نادي صغير في مصر، نادي الضباط، نادي جلاء في مصر الجديده، وبعد كده يعني ارتبط بقى اسمي 5 سنين متتاليه في النادي الاهلي، وكان ليا الشرف ان انا ابقى يعني دفعه اللي كان فيها الخطيب ومصطفى يونس و كابتن نبيل بحطيطي وكابتن حازم خالد وكابتن محمد حلمي وكابتن سلام ابو العيله وجمال عبد الرؤوف وعلي زيور. مجموعه يعني كانت كويسه، وفي نفس الوقت لحقت بقى اجيال قبل مني، من ضمنهم طبعا كابتن النادي الاهلي كابتن انور سلامه ما شاء الله الصور اهيت مع النادي الاهلي كابتن معروضه على الشاشه اهي، الله يرحمه. يعني ناس كتيره، وكابتن صلاح حسني رحمه الله عليه. الخطيب ولعبت مع الخطيب كان نفس دفعتي، الخطيب ومصطفى يونس، حازم خالد، نبيل بحطيطي كابتن سلام ابو العيله، جمال عبد الرؤوف. كان مجموعه كويسه جدا ما شاء الله. واكرامي كان كابتن اكرامي كان الدفعه اللي قبل مننا وصعد معانا، ويعني كان مجموعه ممتازه يعني، وارتبطنا ببعض فتره طويله يعني. علاقتك بالكابتن خطيب ايه، وخصوصا ان في صوره كانت بتجمعكم حديثا يعني؟ دي كان الصوره موجوده على الشاشه دي. ده كان كده برضو يعني كابتن محمود الخطيب يعني من الناس اللي يعني الصداقه يعني جزء مهم جدا في حياته. فيعني احنا تجمعنا المجموعه بتاعتنا يعني الدفعه بتاعتنا بنقول عليها، وكان في النادي الاهلي عملنا كده قعده ظريفه وكده، وكان الكلام ده قبل ما اسافر البحرين، كنت رايح ادرب هناك وكده. فيعني كان جمعنا كده، وكان مجموعه كويسه، وفتره يعني بنفتكر ذكريات زمان وحاجات زي كده يعني. بعد كده اتنقلت المقاولين. قعدت 5 سنين في النادي الاهلي، وبعد كده رحت المقاولين. لعبت 2 سنين. السنتين دول في السنة الثانية أصبت. أنا كنت أصبت في النادي الأهلي، وبعد كده رجعت إصابة تاني، ارتخى في الرباط الصليبي، وكان صعب يعني عملية الرباط الصليبي، وإنك ترجع. كان ساعتها الرباط اللي هو الفترة اللي اتعمل فيها الرباط صناعي يعني، فما كانش زي التطور اللي موجود حاليا. فكانت حوالي 7 سنين ما بين الأهلي وما بين المقاولين. كابتن محمد، أنت يعني بحكم شغلك يعني انت متابع جيد لمباريات الدوري، خصوصا الدوري الممتاز بدأ بجولتين
وبعد كده ان شاء الله دوري المحترفين الجمعه الجايه، وبعد كده دوري القسم الثاني ب